رضي الله عن عمر، وعمر بن الخطاب لا يحتاج أمثالنا لكي يذبوا عنه، ولكننا نسأل الله الأجر أن نكون من الذين يذبون عن عمر ويذبون عن أبي بكر. وذبنا عن عمر ليس ذبا عن عمر بحد ذاته، وإنما ذب عن الذي تزوج ابنة عمر وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ذبنا عن عمر ليس هو غاية بقدر ما نذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذبنا عن عمر وبذبنا عن أبي بكر وبذبنا عن عائشة. نحن لا نذب عن عمر بن الخطاب لأننا بيننا وبين عمر نسب، وليس لأننا بيننا وبين عمر عصبية، لأن بيننا وبين عمر دين. هذا هو الذي يجبرنا على أن نذب عن عمر، لأن عمر كان أمة وأبو بكر كان أمة والصحابة كانوا أمة خير أمة أخرجت للناس. فكل واحد من هؤلاء الذي لا يستطيع أن يأمن على زوجته قبل أن يتطاول يروح يشوف أهل بيته. أمثال هؤلاء نصعد معهم لهجة الحوار حتى يفهموا ويستيقظوا، حتى يكون العلاج بالصدمات، وحتى توقظه سياطنا. قبل ما تتطاول على أمي عائشة روح شوف عرضك، روح شوف شرفك، روح شوف أهل بيتك، فأنت على دين لا تأمن فيه على زوجتك، ولا تأمن فيه على أمك، ولا تأمن فيه على رضيعتك، بل والله لا تأمن فيه على نفسك. أضرب لك مثال، حاول تستخف دمك قدام واحد من مقلدي الخوئي، تعرف شو يصير؟ بس استخف دمك، ذب نكتة ولو بايخة قدام واحد من مقلدي الخوئي، تعرف شنو راح يصل؟ يجوز اللعب بالعورة على سبيل المزاح. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب تخيل أنت في ضيافة عائلة كاملة ما شاء الله تبارك الله كلها من مقلدي الخوئي، وحاولت تستخف دمك قدام العائلة، والله يلزمون عليك دور، والله يمسكون عليك دور، التفت، يمسكون عليك دور، لأن اللعب بالعورة على سبيل المزاح ما بيها شيء يبلي، لأن المراجع العظام ولا بيبو الآن نرجع بالنسبة لعمر بن الخطاب. تدري الشيخ عثمان خميس في قناة صفا له ردع حلو، يقول هذا الذي يطعن في عرض عمر بن الخطاب يا رائد، وهذا يتمنى الجميع يحفظها، ويرد فيها على الرافضة. يقول فليعلم هذا اللي يطعن في عمر في عرض عمر بن الخطاب ويسميه عمر بن صاهاك الزانية، يقول الشيخ عثمان فليعلم أن عمر بن الخطاب هو الذي ارتضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ابنته حفصة. عمر بن الخطاب الذي تتكلم عنه يا رافضي هو الذي ارتضى علي بن أبي طالب أن يزوج بنت أم كلثوم له. فإن كنت طاعنا في عمر فطعنك في محمد صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب عليه السلام من باب أولى، من باب الأولى. واضح يا أخوان؟ يعني إنسان ما يزوج بنت الواحد، يعني وحدة، يعني عادة الناس هكذا، يعني إنسان ما يزوج أناس ولا يتزوج من أناس معروفين بالزنا في عائلتهم. زين، مع العلم يا أخوان لو تأملون في الطعن مال الرافضة يطعنون الصحابة في أمور ليست بأيديهم. مثال ذلك مثلا صحابي شرب الخمر قبل التحريم، قبل أن تحرم الخمر شربها، ما إيش المشكلة؟ يعني لو فرضنا جدلا أن عمر في جدته واحدة زانية، شنو المشكلة؟ يعني أنا أتساءل هل هذا يعني أن عمر هو الذي زنى؟ فقط واحدة من، سبحان الله العظيم أنا أتساءل، يعني واحدة من عشيرته زنت، شنو الإشكال الآن؟ جدته زنت، يعني لو فرضنا هذا جدلا يا أخوان، جدلا لا يوجد له علاقة بالموضوع، لأن الإنسان ليس مكلف أخطاء غيره، يعني تنزلا هو لا يضر عمر. إخواني انتبهوا، جدلا عند العلماء الرد على المخالفين بالسلب والإيجاب، فإذا جاءوا بالإيجاب قالوا نسلم لكم تنزلا أو جدلا أن كلامكم صحيح،
فليس له تأثير على سيدنا عمر هكذا. وهذا فيه كثير في كتب العلماء خاصة شيخ الإسلام. والسلب هو أن الرد بالسلب أنه نقول كلامكم غير صحيح، وهذا واقع أن كلامه غير صحيح. طبعا أخي رائد، على الرافضة يطول حقيقة.